تعالوا النهارده بقى نعمل مع بعض الكشري المصري، واقول لكم على كل التريكات اللي بعملها عشان تطلع معايا الطعم زي محلات الكشري بالظبط. واقول لكم كمان ازاي العدس يطلع معاكم بالشكل ده، كل حبايه بحبتها. يلا بقى نبدا مع بعض، بس قبل ما ابدا ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل الوصفات اللي بنزلها. يلا بقى نبدا مع بعض ونقول بسم الله. في حله كده هنزل بشويه زيت حلوين، قد مثلا كوبايه. انا برتاح قوي في الالومنيا لحاجات كده معينه، زي مثلا تحمير البصل بتاع الكشري. باحس إن هو في الحلل التانية يعني بيطرى، ما بيطلعش مقرمش زي الألمونيا. هانزل كده في الزيت بشوية بصل مقطعاه شرايح رفيعة، ويكون رفيع قوي علشان خاطر يطلع مقرمش. في نفس الوقت سايبة ورا حلة على النار فيها شوية مية بتغلي، نزلت فيهم بمكرونة. أي نوع مكرونة بقى، أنا حطيت اللي هي الوسط دي المقصوصة، وحطيت سباكيتي. أنا ما بحطش أي حاجة على البصل وبيطلع مقرمش معايا وحلو قوي. لو انتوا حاسين انه ممكن ما يطلعش معاكم مقرمش ويطرى، حطوا عليه رشة نشا هيقرمش معاكم. ممكن كمان تحطوا ملح، بس انا ما بحبش الملح، بيضيع طعم التسكيرة بتاعة البصل. بس انا كده طلعت البصل بعد ما اتحمر على مناديل. وخلي بالكوا لان البصل لما بيطلع من الزيت لونه بيغمق درجتين، فنخلي بالنا اول ما نلاقيه لونه ذهبي حلو كده نطلعه على طول. وهنفرده كده علشان ما يبقاش فوق بعض ويطرى، نفرده كويس. بصوا بقى القرمشه بتاعته مفهوش واحده طريه والله. صفيت بقى المكرونه وهحط عليها كده 3 معالق من زيت البصل، وهقلب المكرونه كويس في بعض عشان تتغلف كلها بالزيت. انا عملت معاكم قبل كده الكشري، بس كان كشري الحله الواحده. ده سريع جدا بقى وفي حله واحده منجز قوي، بس ده احنا قلنا نغير. بعدين بقى عشان اعمل العدس، في حله كده على النار حطيت عليها 3 كوبايات من الميه، وهسيبها بقى لحد ما تستوي. هحمر بقى الشعريه في شويه زيت من زيت البصل، وفي نفس الحله نزلت بكوبايه كده من الشعريه لحد ما تتحمر. هنزل عليهم بكوبايه ونص من الرز، اشوح كله مع بعض عشان الرز يطلع معايا مفلفل. واحط الملح بتاعها معلقه كده متوسطه. وهنا بقى العدس كان استوى، هدوس عليه كده الاقيه استوى، هطفي بقى عليه النار. الميه اللي اتبقت كوبايه، خدت كوبايه ميه العدس دي ونزلت بيها على الرز، وكملت بقى الكوبايه التانية بميه عاديه. هسيبه بقى على نار عاليه لحد لما يغلي، وبعدين هوطي النار واغطيه. ده بقى شكله بعد ما استوى، مفلفل وتحفه. هرجع بقى كده للعدس في نفس الحله بتاعته بعد ما صفيت منه الميه،